بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما واجعلهما في الفردوس الأعلى هما وسائر موتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. سلام الله عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في قناة أم يعقوب للطبخ والأعشاب. اليوم إن شاء الله حنحضر معكم وصفة جديدة، قاعدة تخمي في الغداء ولا في العشاء. جبت لك بيتزا بالصلصة البيضاء أو صوص بلانش، تجيكم كيما تاع المحلات، خفيفة مفرمجة مشخشخة بالمايونيز مع نوعية الجبن اللي استخدمته حنشوفوا معايا في الفيديو. وقبل ما نبدأ الوصفة ما تنسونيش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. هذه عجينة فضلت لي صغيرة، درتها ميني بيتزا، شوفوا ما شاء الله جات تشهي، جات روعة خفيفة ومقرمشة. بسم الله. عندي كاس حليب دافي، حجم الكاس 220 مليلتر. الكاس اللي تكيلوا به كملوا به بقية المقادير. عندي مغرفة كبيرة خميرة الخبز ومغرفة كبيرة سكر. خلطوا 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 مليح حتى تذوب الخميرة بالسكر مع الحليب كما راكم تشاهدوا. حنضيف نص كاس زيت. خلطوا خلطوا مليح البنات حتى تندمج الزيت مع الحليب ومع الخميره والسكر، تعود الزيت ما تبانش كما راكم تشاهدوا. خلطوا مليح. عندي حبه بيض، حندير البياض في العجينه والصفار حنحتفظ به ندهن الحواشي تاع البيتزا. نخلط مليح البياض، كل ما تحطوا مكون كل ما تخلطوا خلطوا جيدا بهذه الطريقة. هذه العجينة البنات عجينة نسميها عجينة سحرية، نستخدم بها جميع المملحات، تخدموا بها الملح والحلو، روعة. هنا حنضيف الكاس الأول من الفرينة أو الطحين. من الأحسن البنات تصيروا الفرينة أو الطحين، لكان عاد الفرينة تاعكم بات جديد ما تصيروهاش، لكن عاد تاع 5 كيلو كيما أنا عندي الفرينة تاع 5 كيلو لازمني نصيرها باش تجيني خفيفة. ضفت ملعقة صغيرة تاع ملح ونخلط خلط حتى تذوب الفرينة مليح. أنا راح نضيف الكاس الثاني بنفس الطريقة، راح نصيره في الصفاية. الصفاية حتخلي قلت لكم البنات الخليط يجيكم مهوي وتجيكم البيتزا تاعكم خفيفة كالريشة. نجيب الفوي ونخلط نخلط حتى تروح كمية الفرينة أو الطحين. هنا لما ثقل الخليط ننفض الفوي بهذه الطريقة ونكمل بيدي. حنضيف الكاس الثالث أيضا نصيره في الصفاية كما راكم تشاهدوا. هنا نلم العجينة تاعي ما تكونش البنات جارية وما تكونش يابسة، العجينة تاع البيتزا تكون طرية وفي نفس الوقت تكون ما تلصقش في اليد. ضيفوا بشوية، تختلف نوعية الفرينة من نوعية إلى أخرى. أنا دات معايا البنات 3 كيسان، أنا نحيتها من الغيسيبيون قادرة تدي معكم 3 كيسان ونص. هنايا مش قاعدة نعجن فيها فقط، نلمها في بعضها حتى نتحصل على سطح أملس، نحطها في الغيسيبيون. وهنايا درت عليها صرفيطة وحنغطيها بهاد الغطاء تاع البورت مونجي ونخليها تختمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. ونبدا البنات حنحضر معاكم الصلصه البيضاء او صوص بلانش. هناني ما شعلتش الطابونه او الغاز، في طاوه ولا في كاسرونه عندي كاس الاول تاع الحليب والكاس الثاني عفوا ناقص منه ربع، تقدروا ديروا 2 كيسان تاع فرينه، عفوا 2 كيسان تاع حليب. وهنا الفرينه درت نص مغرفه، لما جاتني خفيفة زدت حوالي على راس المغرفة تاع العشاء زيدوا ضيفوا مغرفة صغيرة تاع قهوة تاع فرينة. هنا حنشعل الكويزينيير كما راكم تشاهدوا حتى نخلط الفرينة مليح مع الحليب. حنضيف نص مغرفة تاع ملح، مغرفة صغيرة تاع القهوة، وعلى راس المغرفة تاع فلفل أسود. خلطوا مليح الملح وفلفل أسود، أبقاو حركوا
هنا الجبن اللي قلت لكم البنات نابولي اللي خدمت به، تقدروا تخدموا بيب ونابولي، هادو البنات يذوبوا ليه سريع الذوبان. جبن نابولي هناني راه بيتزا في الحكاكه رقيقه كيما على بالكم. البيتزا بصوص بلونش او الصلصه البيضاء لازمكم تكثروا الفرامج والاجبان باش تجيكم بنينه. وهنا عندي تارتينو تاع الهامبرغر راح نضيف البنات كيما راكم تشاهدوا. هذه الحبه الاولى وجبت الحبه الثانيه نقصها طراف ونحطها. هنا الكريمه تاعي او الصلصه البيضاء راهي سخونه، دوك نطفي ونخليها تكمل تذوب. القوام البنات ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف، متوسط تاع الصلصه البيضاء. هناني طفيت. شوفوا العجينه تاعي ما شاء الله بزمان ما حضرت الصلصه البيضاء ضاعف الحجم تاعها. قعدتوا مشي مزروبين باش تخدموا بالبيتزا تاعكم البنات. ديروا نص مغرفه فقط تاع عشاء تاع خميره الخبز ونص مغرفه تاع سكر. انا مزروبه درت مغرفه تاع العشاء. كيما في الشتاء تقدروا ديروا مغرفه كبيره، في الصيف تقدروا تنقصوا. راكم شفتوا ما شاء الله. هنا تقدروا تقسموا العجينه قلت لكم البنات الى قسمين وديروا زوج صينيه تاع البيتزا. انا مزروبه حنديرها في البلاطو الكبير تاع الكويزينيير. رشيت الفرينه في بلون طرافاي ونرش فوق العجينه حتعاونكم لما تطرحوها. عجينه رائعه تمشي معكم بكل سهوله كيما راكم تشاهدوا. هنا البنات نرققها قد البلاطو تاعي دهنتو بالزبده او المارغرين كيما تقدروا ديروا ورق الطهي عفوا. هنا نهز العجينه تاعي بهذه الطريقه فوق القنوط او الحلال. نجيب البلاطو تاعي ونحط العجينه بكل سهوله، نهبطها الى الاسفل كيما راكم تشاهدون، نطلعها الى الاعلى. هنايا راهي طريه راهي تمشي معايا بكل سهوله. طوطوها باك البنات بهذه الطريقه. وهذوك الزوائد اللي في الجنب راح نحيهم بالكوبات كيما راكم تشاهدوا. نحيو الزوائد تاع العجينه. هادو هما اللي حضرت بهم البنات ميني بيتزا اللي شفتوها في بدايه الفيديو. في المطبخ ما يتصر ما والو. هنا نكمل نعدلها من الحواشي والحاشيات البنات نطلعهم. انا درت زوج فقط. هذه قلت لكم العجينه في نهايه الفيديو كملتها ودرتها ميني بيتزا. هنا نمشيها مليح رقوها ومشيوها على كامل البلاطو في الجوانب. عندي هنا البنات الشاف هذا مكونجلي جبدته او داب معايا وشويه يتفتفت كان في الكونجيلاتور. ديروا اي جبن تاع مثلثات من الاحسن البنات تختاروا الجبن تاع الشاف ولا تاع لافاش كيرين تاختين ومثلثات. حتجيكم البيتزا تاعكم روعه في البنه. وهنا بكل سهوله حنطبي هذيك الحاشيه اضغطوا عليها بالاصابع باش تلصق. ما ندير لا ما لا والو. العجينه طريه تلصق معايا بكل سهوله بهذه الطريقه. هنايا تحبوا تضفروها. انا هنا فقط قاعده ندير بيديا بهذه الحركه كيما راكم تشاهدوا. لكن درتوها في الصينيه البنات مدوره ضفروها كيما السوفلي. هذه العجينه تخدموا بها البنات السوفلي، قلت لكم تخدموا بها البيتزا، خبز الدار تاع الفرينه، تخدموا بها العديد من المملحات المالح والحلو. وهنا الجهه هذه البنات هذه اللي في الجنب ماشي الجهه الطويله هادو فقط اللي درت لها من الفرماج. هذه درت لها الفرماج مرابي تاع نابولي. نعاود ندخل البنات الجبن او الفرماج بيديا بهذه الطريقه ونطوي كيما راكم تشاهدوا. دخلوا الجبن بيديكم وتجيبوا الحاشيه وقرصوا عليها بالاصابع
كيما راكم تشاهدوا. هنا الصفار تاعي خليته قبيله ماني حنضيف له والو، لكن درتو زوج سنيه. تقدروا تضيفوا له شويه تاع حليب، انا درت بلاطو وكفاتني. خلطته فقط بالبانسو ودهنت به الجوانب. هنايا الصلصه البيضاء خليت منها شويه باش نديرها ميني بيتزا، وقاعده نمشي بها بالملعقه. حتمشي معكم بكل سهوله كما شفتوا. فقط لما تكونوا منظمين البنات في العمل راح نتكملوا تمتم في نص ساعه وانتم تغديتوا ولا تعشيتوا. اللي وصلت معايا لهاد اللحظه ماشي مشتركه، نقولك اشتركي حبيبتي في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات. هنا ثقبوها بالكيردون او عود الشواء. وانا الجبن اللي بقالي البنات تاع نابولي اللي مربي في الرقيق. كتروا على ما تقدروا كيما على بالكم. هذه البيتزا بالصلصه البيضاء تحب الاجبان عفوا. وهنا عندي الزيتون مقصوص شرائح، زيتون اخضر. راح يزيد لكم بنه على بنه. تقدروا ديروا الكومونبير تاني يزيد لكم في البنه لعشاق الكومونبير. تقدروا ايضا البنات ديروا فيونداشي، ديروا مرقاز، ديروا دجاج. انا درتها فقط بالزيتون وبالفرماج تاع طاختينو جبن نابولي، وجات من اروع ما يكون. ما نحكي لكمش، جات روعه قمه في البنه. هناني كملت حنقصها. قصوا بشويه البنات بهذه الطريقه ما تفسدوش الفرماج. هنا عندي زيتون اسود لازم تقصوها باه نطراسي البيتزا تاعي ونحط الزيتون في كل مربع، لكن درتوها مدوره كم تقصوها مثلثات بهذه الطريقه. نحطها في الاسفل الطيب. لما الطيب نشعل عليها الجهه الفوقانيه. وهنا شوفوا ما شاء الله جات روعه. شفتوا الفرماج البنات سيماه يدوب دوبان. وهنا زدت ايضا هي سخونه، زاد بقالي الفرماج او الجبن نابولي درتو وهي سخونه راح يزيد يدوب. انا صراحه كنت حنخليها البنات هكا فقط. وتعرفوا الاولاد لما لقاو المايونيز زادوا قالوا لي شخشخيها لنا بالمايونيز. هنا حطيتها لهم في لابوش، كنت حنديرها خطوط فقط. قالوا لي كمليها كامله. درتها مشخشخه بالمايونيز جات روعه، خصوصا كان درتو المايونيز اللي تكون نوعيه جيده. انني كملت نزيد نكملها كامله. كما قلت لكم الولاد راهم يحبوا المايونيز. جات روعه روعه، نتمنى تجربوها. هناني كملت كامل المايونيز، بردت لهم خاطرهم. وهنا أعزائي المشاهدين الوصفة تاعي راهي جاهزة وحاضرة كما راكم تشاهدوا. بيتزا بالصلصة البيضاء أو صوص بلانش، جات خفيفة كالريشة مقرمشة من الحواشي، جات روعة. والبنة ما نحكي لكمش شهيتكم في الجنة. نتمنى تجربوا الوصفة وتنجحوا فيها وتخلوا لي آراءكم في التعليقات. هذيك العجينه البنات اللي قلت لكم ما يتصرمها والو درتها ميني بيتزا. صراحه هذه عجبتني البنات احسن من تاع البلاطو. شوفوا هذاك الصلصه البيضاء وهذاك الجبن جات روعه روعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.